اقولها لك للمره الاخيره ان احنا في المرحله دي لو صدقنا فعلا في العهد ولم نتراجع عن ان احنا نكمل، لان بصوا يا جماعه احنا عارفين تماما ان انت في البدايه او ان انت هيحصل معاك انك هتبص على المحاضرات سواء كنت شغال على الارض او الاونلاين، هتلاقي ان المحاضرات كبيره قوي. فهيحصل حاجه من اتنين، يا اما هتلاقي المحاضره كبيره زي احد الطالبات كنت بكلمها فبتقول لي كنت بقفلها وخلاص اقول لا مش هكمل، يا اما هتلاقيها كبيره فهتدوس وتكمل حتى لو هتقسمها. مش اسمها هرجع، انا مش راجع. انا شعاري في هذه المرحله وعجلت اليك ربي لترضى. انا هكمل طريقي مهما كان. انا عارف ان هو صعب، الا انه في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيعوضنا عن هذه المشقه. واستعينوا يا جماعه، استعينوا بالصحبه الصالحه، واستعينوا بحد يدفعكم ويحفزكم في هذه المرحله عشان تقدر تكمل، لان مرحله تقيله هتجهد من كتر الشغل. لكن في النهايه زي ما احنا بنقول اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير عن اهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في النهايه لما هتوصل للنجاح كل التعب والمشقه ده هيروح، والله كل ده هيروح. لما تشوف فرحه اهلك، لما تشوف فرحتك باذن الله تعالى بالمجموع الطيب اللي هتجيبه، هتلاقي الامور كلها معاك خلاص، تنسى بقى كل